وصفة النهاردة بسكويت اللانكشاير أو اللانكشير، بسكويت كده يعني سهل وبسيط. في بنوتة جميلة النهاردة طلبته مني، وأنا حبيت إن أنا أنزل لكم الوصفة، أعملها النهاردة وأنزلها النهاردة لأنه سهل جدا، ما أخدش معايا ساعة في التشكيل والتزيين والخبز كمان وطريقة التحضير. تعالى كده نشوف الطريقة والوصفة. احتجت بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ضيفة لها معلقة صغيرة خل، ولازم البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة. كوباية الا ربع سكر بودرة، نص كوباية زبدة، ومعلقتين كبار زبدة تكون ساقعة. ضفت فانيليا وهضرب المكونات كده مع بعض كويس قوي. اهم حاجة الزبدة تكون ساقعة والبيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة. هضربهم كده مع بعض لحد كده يا دوب ما الخليط يفتح معايا. هنزل بقى بمعلقة كبيرة لبن بودرة، وكوبايتين الا ربع دقيق، ودول 5 معالق كبار نشا عملوا معايا نص كوباية نشا يعني بالاكواب المعيارية. ضفت لهم رشة ملح وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. هبتدي كده اخلط المكونات كلها مع بعض. اهم حاجة لو في حاجة في جناب الطبق بتاعتي الاجناب كده او الاطراف ان انا انزلها عشان كل الخليط يختلط مع بعض. بعد كده هجمعهم كده بايدي بالشكل ده كده. طبعا العجينة مش هتكون بتلزق معايا عشان احنا في فصل الشتاء. لو في فصل الصيف هتلاقوها بتلزق معاكم شوية، لكن هنا العجينة تعرفي ازاي ان هي ناجحة اما بتكوريها كده ما بتشققش معاكي. لو لقيتيها درجة الحرارة عندك عالية مثلا بس مش عارفة ازاي واحنا في الشتاء، دخليها التلاجة نص ساعة. بالشكل ده كده هبتدي كده اشكلها بقى الكور كده صغيرة. طبعا انا بشتغل كده يعني ايدي هي المعيار بتاعي. لو انتي بقى عاملة مشروع او بتحبي تشتغلي بالميزان 5 جرام كل كرة تشتغليها 5 جرام بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما تكتروش البيكنج باودر ولا تلعبوا في المقادير دي، مقاديري انا ومظبوطة جدا. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 160. تكوني يعني مشغلة الفرن يكون ربع ساعة قبل الخبز. بعد ما بتبرد بجيب بقى مربى، وهحط كده كل بسكوتين مع بعض والاطراف بتاعتها احط عليها سبرينكل، احط عليها مكسرات، احط عليها جوز هند، اي نوع مربى. وممكن كمان تشتغلوا بالشوكولاته، يعني صحيحه شوكولاته وتشكلوا بيها، تحشوا بيها وتشكلوا بيها. دي هنا بنتي مكه تحاول انها تسرق البسكويت، طعمه حلو قوي يا جماعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وهنا انا بقى هنا عامله انا فستق كداب، ده سوداني بحط عليه كده لون اخضر، وادخله كده الفرن 5 دقايق ينشف فيه، بيبقى تحفه جدا. وما بشتغلش بالفستق انا العادي، ممكن تطحنوه كمان. بصوا هنا عملت كمان بالجوز الهند والسوداني والسبرينكل كده خلطته مع بعض. ودي كده النتيجه سهل وبسيط، وانصحكم ان انتوا تجربوه. لو الوصفه عجبتكم متنسونيش باللايك والشير. انا هيام علي من البيت.